السلام عليكم إخواني أخواتي، كي راكم دايرين؟ إن شاء الله تكونوا بخير، تكونوا بصحة، تكونوا بعافية يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب. قبل ما نبدو الفيديو تاعنا دائما نذكركم ندعو إخواننا في فلسطين، إن شاء الله ربي ينصرهم ويلطف بهم يا رب العالمين. ونشكر دائما اللي اشتركوا معنا واللي ما اشتركوا إن شاء الله ينضموا وكوزيتنا تكبر بكم إن شاء الله. وما تنسوناش تعليقات طيبة، لايكات فضلا وليس أمرا، ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء أو الأقارب. عندنا اليوم جبت لكم وصفة البرجر كما كتشوفوا معايا، رافقته بالباتي ولا كاشير، يعني هذه نديروها للأطفال للمدارس، تبقى هكا وجبة خفيفة وتكون يعني درناها في المنزل تبقى خير من اللي نشروه من برا. والوصفة الثانية درناها باللحوم، نديروها باللحم يعني الدجاج ولا اللحم المفروم العادي. غادي تشوفوا معايا طريقة التحضير. نبداو بسم الله. عندي بصلة كاملة، أسنان توم استعملت 3 فقط، والتوابل عندي كما شفتوا معايا توابل اللحم، قليل من الكمون، فلفل أسود والملح. نبداو بالبصلة تاعنا نديروها في الأشوار، اللي ما عندهاش أشوار يعني سكرفجها في آلة العادية اليدوية. درت سنية تاع توم وقليل من البقدونس اللي هو المعدنوس مع الثوم. ولازم هذا البصلة نطحنوها حتى تولي لنا كالعجينة، ما نقدرش نخلوها قطع قطع اللي كيما شفتوها معايا حتى تولي كالعجينة. يعني السر في اللحم تاعنا باش يبقى لنا طري وبنين وما ينشفش، يعني قد ما يقعد ما ينشفش. البصلة تاعنا نرحوها مليح مع هذاك الثوم والمعدنوس ونستعملوها مع اللحم تاعنا. والتوابل شتوني درت ملعقة تاع خبز يابس مطحون اللي هي شابلور، ملعقة اكل الجبل توابل اللحم، درت الفلفل الأسود، قليل من الكمون، وقليل من يعني الحار اللي يبغي يزيد على حسب كل واحد والرغبة تاعو، اللي يبغي يزيد الحار يزيد الفلفل الحار. ولا انا درت قليل من الكمون، قليل من الحرور، قليل من توابل اللحم كما شفتوني معايا. واللي يبغي يزيد التوابل دائما نقول لكم تبقى اختياريه. ونعجن اللحم تاعي جيدا، اللحم تاعي نقعد نعجن فيه باش المكونات كاع يدخلوا في اللحم تاعنا ويبقى لنا طري، يعني قد ما يقعد قلت لكم ما ينشفش ويبقى اللحم تاعنا طري. وهذيك الملعقه تاع الخبز يعني اللي درتها كانت ملعقه تاع اكل مملوءه جيدا باش تشرب هذاك الماء كاع اللي في تاع البصل هذاك تاعنا، باش الماء ما يخرجلناش من اللحم. ودوك تشوفوا معايا النتيجه، يجي بنين ويجي شباب. اما بالنسبه للطماطم والبصل نوريكم طريقه التقطيع تاعها، يعني نقطعوه شرائح رقيقه تقريبا ما يلحقش نصف سنتيم، يكون واحد 2 ملم حتى 3 ملم. ونقطع البصل تاعي بنفس الطريقه، يعني شرائح دائرات كما راكم تشوفوا معايا، دوائر دوائر باش نرافقوا مع البورغر تاعنا. اما بالنسبه للصوص المرافقه راني درت لكم شحال من صوص في القناه تاعي، هذه يعني قلت نحطها لكم باش اللي ما يكونش شاف الصوص يدير مباشره. درت 2 ملاعق مايونيز كما شفتوهم تاع اكل معمرين مليح، مع الملعقة تاع خردل صغيرة مملوءة جيدا اللي هي موطارد، ملعقة موطارد مع ملعقتين مايونيز. ودائما ولا الهريسة اللي هي يعني الفلفل عندنا تسمى الهريسة الحار، باش تجينا تقريبا كيما صوص الجيري. واللي بغى يرافقها مع الكيتشاب ولا صوص باربيكيو ولا كيما كنت نديرها موالف يدير، انا ما كانش عندي درتها غير بالهريسه والمايونيز والمطاط. واللي ما عندهاش مايونيز يتا كيدير الجبن الابيض، حتى ندير لكم هذا الصوص ثاني تجي بنينه غير بالجبن الابيض وندير فيها بنفس الطريقه. اما بالنسبه للحم راكم تشوفوا معايا نوريكم الطريقه. نديروه بالقطعه، هذه القطعه اللي نوزنوها نشوفوا الخبز تاعنا تاع البرجر، ونكبروا تكون شويه مقياس كبير عليها، خاطش نعرفوا باللي اللحم دائما من نشوه يتقلص، يعني ينقص الحجم تاعه. دائما نديروا قطعه تكون كبيره شويه باش من نديروا من يتقلص يجي نيشان مع الخبز تاعنا. اما الطريقه كما شفتوني في الاول نستعمل اليد تاعي نضغط عليه مليح، ومن بعد بالملعقه، واللي بغى يستعمل بالملعقه مباشره يدير بالملعقه. من بعد نسقم كاع من فوقه، يعني الوجه تاعه كاع نديره بالملعقه باش يجينا املس. نحمل المقلاة تاعي وندير فيها كميه مليحه من المارغرين ولا الزبده، يعني عندها زبده ديال الزبده ولا مارغرين، انا غادي غير نشويهم غير يدبلوا فقط، ما غاديش حتى يطيبوا بزاف. نعرفوا بلي اللحم سريع الطهي بالخفيف يطيبنا. درت كميه مليحه من المارغرين وغادي ندير القطع تاعي ونخليهم في الاول حتى يحكموا رواحهم مليح.
عفوا نقلبهم كما راكم تشوفوا معايا. الحجم تاعهم الشكل تاعهم جا دائري على حسب القطعه اللي استعملناها، والحجم تاعهم غادي كيما يعني من ما ينقصش بزاف كيما حطيتهم تقريبا قعدوا. خليهم حتى يطيبوا لنا مليح مليح عاد باش نقلبوهم باش ما يروح لنا الشكل تاعهم. بما انه درنا فيهم البصل وكلش غادي ما يجوش كيما من نديروا اللحم وحده يجوا طريين، يعني من نقلبوهم غير بشويه خير ما يتكسروا لنا، لان فيهم البصل. نعرفوا البصل يخليهم طريين وخفاف. عفوا قلبت اللحم تاعي، كملت اللحم تاعي ورحت السلطه اللي عندها اوراق كبيره. بغيت نعطيكم فكره، ملي تكون ورقه كبيره نقطعوها بنفس القطاعه باش يجينا الشكل شباب، يعني الشكل تاع البرجر تاعنا يكون كاع يجي على صوره واحده ويجينا شباب. السلطه هذيك ملي تكون ورقه كبيره نقطعوها بالقطاعه كيما شفتوا، نفس القطاعه اللي قطعنا بها خدمنا بها اللحم نخدموا بها كل شيء. حليت الخبز تاعي، يعني الامانه هذا الخبز انا شريته اللي ضاق الوقت لانه ما كانش عندي الوقت. ان شاء الله غادي نحط لكم الوصفه تاعه، يعني بنفس الطريقه نخدموا الخبز. ندير لكم هذاك المقلاة اللي درت فيها اللحم، هذوك اللي دام يعني اللي بقى لنا من الاحسن ما نرموش. راك تشوف معايا الخبز نحمصه في المقلاة يعطي واحد المذاق والبنه ما شاء الله. خلوه يعني الخبز تاعنا يدي غير اللون هكا الذهبي وتشرب هذوك السوائل اللي في المقلاة تاعنا باش من نديروه مع اللحم والاخر والسلطه تاعنا يطلق بنا، يعني نعزو البنه اكثر. كما كتشوفوا معايا حمصته دا لون ذهبي. درت الجبن الابيض، كان عندي يعني كميه من الجبن الابيض. داك الجبن الابيض نديره في الوجه الاول هو تاع الخبز باش ندير السلطه والبصل تاعي واللحم. واللي بغي يعني طريقه الترتيب تاع البرجر تختلف، الواحد كان اللي يبغي يدير من اللحم في الاسفل ويزيد لي صوص، كان اللي يبغي يدير في الوسط. كل واحد انا يعني عطيتكم طريقه، تبقى هذيك اختياريه، يعني هذيك تاع الترتيب تاع اللحم والسلطه وكلش تبقى على حسب كل واحد كي يبغي. انا درت السلطه من الاسفل واستعملت هذيك الصوص كما كتشوفوا. كل ما ندير سلطه ولا بصل ولا ندير اي حاجه نزيد نستعمل معها صوص تاعها نديرها عادي. بعد ما درت السلطه تاعي زدت القطع تاع البصل فوق السلطه تاعي ونزيد نفس الطريقه، يعني نخدم هكا بالقطعتين تاع الخبز باش تجيني سهله الخدمه تاعي وتكون مقيه. يعني درتها في البوش باش اللي ما يبغيش يدير في البوش يدير عادي، يدير في بالملعقه ويخدم. اللي يبغي يكثر لاصوص يزيد. كما كنتم تشوفوا معايا قطعه تاع اللحم، راكم تشوفوا معايا اللحم بقى الشكل تاعه دائري وجا شباب. زدت القطعه تاع الجبن، وانا يعني لانه الحال كان بارد بالخف يعني برد لي اللحم الى اني كنت موجده كلشي كما شفتوني معايا. كنت درت مباشره هكا والحال برد لي عادي نسخنوه. اللي ما عندهش ميكرووند يدير اللي احسن ميكرووند، اللي ما عندهاش ميكرووند يدير الفور تاعه يسخن يدخلهم غير يدفاو ويعاود ينزعهم. يعني عادي ما نديروش ما فيهاش حاجه تاع باش نقدموه يكون دافي ويجينا بنين. كما كنتم تشوفوا معايا قدمته بهذا الشكل وجا ما شاء الله جا بنين. واللي ما عندهاش اللحم قلت لكم عادي يستبدل اللحم بالدجاج، يدير الدجاج مفروم ويدير معاه التوابل الدجاج، يدير معاه داك الملعقه تاع الخبز، يدير البصله كيما درت ونزيدو فلفل الاسود الكركم والزنجبيل. نعرفوا بلي الدجاج تماشى معاه الزنجبيل والكركم ونقدموه، يعني نخدمو نفس الطريقه كيما خدمنا اللحم. راني قطعت لكم واحده يعني قطعه تاع البرجر اللي استعملنا فيها اللحم المفروم كما شفتوا. راكم تشوفوا معايا يعني الترتيب تاعها كي جات السلطه مع الجبنه، راكم تشوفوا مع الجوانب كي راه سائل. قدمته بهذه الطريقه ونفس الطريقه يعني تاني درت كما تشوفوا يعني درت شحال من قطعه يعني بمكونات بسيطة. واللي ما عندهاش يديرها باتي ولا كاشير للأطفال للمدارس، هذه يعني عطيتكم فكرة للمدارس بنفس الطريقة يعطي الوليدات يدوه معاه المدرسات. يعني تبقى وجبة كاملة. إن شاء الله تكونوا تبعتوا الفيديو من الأول للأخير واستفدتوا من جميع يعني المعلومات شفتوا كاع الفيديو. ما تنسوناش بتعليقاتكم الطيبة والجام. إلى الملتقى في أمان الله وحفظه.